السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نقدر نعمل سوفت وير كامل لأجهزة هواوي كوالكوم عن طريق أداة مجانية وأداة محترمة جدا جدا، أداة هفيدك فيرجن 3.1. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك في القناة ونفعل زرار الجرس. يلا بينا. اهلا بيكم معانا النهارده مرة تانية، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل سوفت وير كامل لأجهزة هواوي عن طريق أداة هفيدك فيرجن 3.1، أداة خاصة بأخونا عماد، وطبعا بنتوجه له بالشكر. الأداة مجانية بالكامل، وطبعا شرحنا الأداة في عمليات كتير جدا قبل كده بشكل عملي وبشكل نظري. فالنهارده هنبدأ ناخد فكرة سريعة عن الأداة ونشوف الخطوات مع بعض. أول حاجة طبعا هنثبت الأداة، وطبعا في شروحات كتير جدا على القناة ازاي تثبت الأداة وازاي تحل جميع مشاكل الأداة. أول حاجة طبعا هنبدأ نفتح الأداة كمسؤول علشان نتعرف على واجهة الأداة ونشوف ازاي هنقدر نشتغل عليها بطريقة سهلة، وازاي نقدر نفلش أجهزة هواوي كوالكوم. أول حاجة طبعا هنعمل لوج ان، وبعد كده اوكي. زي ما حضراتكم شايفين دي واجهة أداة هفيدك فيرجن 3.1. الأداة طبعا ADB و MTK وكوالكوم وأوامر الفاست بوت، وعندنا هنا التعريفات. طيب الجزء اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ان احنا عايزين نفلش أجهزة هواوي كوالكوم. فمن الطبيعي هنروح على قائمة كوالكوم بالشكل ده كده. لو فهمنا القائمة دي صح هنقدر نفلش أي جهاز كوالكوم، مش شرط هواوي أو شاومي. يعني دي الموديلات المدعومة في قائمة كوالكوم: ايسوس ولينوفو واوبو وفيفو وشاومي وهواوي. الفكرة هنا انك تفهم الجزئية دي. لو فهمت المكان ده بالظبط هتقدر تفلش اي جهاز كوالكوم وانت مغمض وبدون اي مشاكل، وهتقدر تعمل ازالة FRB وفورمات وكل العمليات اللي انت تتخيلها هتقدر تعملها بطريقة سهلة جدا عن طريق اداة هفيدك، بطريقة سهلة جدا وبدون اي مشاكل. طيب نفهم ازاي. اول حاجة علشان تقدر تفلش او تعمل سوفت وير لجهاز هواوي او جهاز كوالكوم عموما لازم تكون عارف 3 حاجات. اول حاجة اللي هي البروج، اللي هو ملف اللودر الخاص بتبويت الجهاز. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت لو معاك اللودر بتاع الجهاز البرنامج طبعا هيتعرف على الموبايل اللي معاك. طيب لو اخترت اللودر بتاع جهاز تاني يبقى الجهاز مش هيتعرف معاك، والأداة مش هتحس ببوت الجهاز او مش هتتعرف على الجهاز ومش هتنفذ اي اوامر. فيبقى مدخلك الاساسي واهم حاجة في الموضوع ملف البروج او اللودر اللي بيتحط في الخانة الاولى اللي هي BRG. تمام. بعد كده عندنا RAW اللي هو الملف ده ملف السوفت وير نفسه. وبعد كده ملف البادج، وده بيكون موجود مع ملف السوفت وير. طيب لو انا جمعت الثلاثة دول مظبوط اقدر اعمل اي عملية في الجهاز اللي موجود معايا. طيب في حلين علشان اقدر اشتغل على اداة هفيدك فيرجن 3.1. اول حاجة ان الجهاز يكون موجود عندي هنا. يعني مثلا انا معايا جهاز هواوي، تعالوا نشوف الموديلات اللي معانا موجود في القائمة. يبقى الموديل بتاعي موجود في القائمة، يبقى كده موضوع اتحل، اللي هو موضوع البروج اتحل. طالما موجود في القائمة يبقى البروج بتاعه او ملف اللودر موجود في البرنامج نفسه. طيب لو انا الموديل بتاعي هواوي وكوالكوم ومش موجود في البرنامج او مش مدعوم في البرنامج، ايه الحل؟ الحل ان انت بتبدأ تنزله او تجيبه من اي مكان من على جوجل مثلا، وبعدها زي الجهاز اللي معايا كده انا عندي ملف بروج كده جايبه اللي هو ده. اقدر اقوم رايح على كلمة بروج نفسها كده وابدأ اروح على الديسكتوب، هختار ملف البروج الخاص بالجهاز اللي انا هشتغل عليه. مش شرط بقى الجهاز ده، طبعا انا معايا الجهاز ده دلوقتي ومدعوم على الاداة، لكن لو الجهاز مش مدعوم كل اللي هيكون صعب معاك انك تجيب ملف البروج او اللودر. لو جبت الملف من على جوجل طبعا او من اي حد صاحبك اشتغل بيه قبل كده، المهم تبحث على ملف اللودر او البروج وتجيبه، وبعدها تحطه في الخانة دي. بعد ما خلصنا من ملف اللودر واخترناه تمام وجبناه يا اما موجود على الاداة يا اما مش موجود على الاداة، ونجيبه من اي مكان سواء جوجل او من اي مكان المهم نحصل عليه. بعدها بنروح لملف السوفت وير نفسه ونبدأ نيجي على ملف RAW ده نضغط عليه، وبعد كده بنبدأ نروح لملف السوفت وير اللي انا حملته. طبعا كل واحد بيحمل الجهاز اللي هو مناسب ليه. ببدأ ادخل على سوفت وير. النهارده هننزل فلاشة بوردة. فلاشة بوردة دي بنحتاجها لو في مشكلة في الجهاز، فهي اللي بتعرفنا هل المشكلة ذاكرة ولا لا، وبعدها بنكتب بيانات للجهاز.
فالموضوع سهل جدا انك تنزل فلاش البوردة. فلاش البوردة دي بتعمل اعادة احياء الاجهزة كوالكوم من اجهزة هواوي. فهو ده بالنسبة لفلاشة البوردة. فلاشة البوردة هي فلاشة اصلاح للموبايل، لو في اي مشكلة بتواجهك تقدر تعمل فلاشة اصلاح. بعد كده بنروح على ملف السوفت وير. طبعا هنلاقي عندك كلمة بادج و RAW. طبعا احنا مختارين RAW فهنختار دي. تمام، هيبدأ يفرش لك ملفات السوفت وير زي ما حضراتكم شايفين. بعدها عندي كلمة بادج هنروح نختارها. هنلاقي بادج موجودة جنب ملف السوفت وير، هنختارها برضو زي ما حضراتكم شايفين. كده انا جاهز ان انا ابدا اعمل سوفت وير للجهاز اللي معايا. لازم نركز في الجزء اللي تحت ده كده. اول حاجه معلم هنا على ريد بشكل اوتوماتيك، وبعد كده ورايت يعني قراءه وكتابه. لو عايز تقرا معلومات الجهاز بتكون معلم هنا، لو عايز تعمل كتابه او تنزيل السوفت وير. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ لازم تدخل الجهاز على وضع الاي دي ال. الخطوه اللي بعد كده انك بتدخل الجهاز على وضع الاي دي ال. طيب وضع الاي دي ال اللي هو وضع التيست بوينت. طيب ايه هو او وضع التيست بوينت ازاي ادخل عليه؟ نقطتين في البورده بنوصلهم ببعض وبنوصل كابل اليو اس بي. بيبدا يظهر معاك التعريف هنا ان كوالكوم 9008. يبقى انت كده موصل تمام. طيب اجيب النقطتين منين؟ كل موديل بتقدر تجيبه من على جوجل، بتكتب موديل الجهاز وجنبها كلمه تيست بوينت او اي دي ال. بيظهر لك صوره من خلال الصوره دي بتلمس النقطتين وتوصل كابل اليو اس بي وانت ضاغط على النقطتين. بيبدا يظهر لك التعريف، وبعد كده بتضغط على كلمه ريد بارتيشن الاول علشان نبدا يقرا الملفات، وبعدها بتعمل فلاش. بيتم عمل سوفت وير كامل للجهاز. وطبعا دي فلاشة بوردة كمان. فده من اهم واجمل الادوات اللي ممكن تشتغل بيها بشكل مجاني في تفليش اجهزة كوالكوم بطريقة سهلة جدا وطريقة بسيطة. وطبعا بكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، وانتظروا شروحات كتير جدا على الاداء في الفترة اللي جاية. وبكده النهاردة يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا ريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.